بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بيكم يا أحلى أخوات وأحلى متابعين. في الفيديو ده إن شاء الله هنخبز العيش الطار الفلاح. لو انت حابة تتعلمي الخبيز شوف الفيديو للآخر وانت تعرفي هتخبزي ازاي. أحلى حاجة ان انت تخبزي العيش بإيديك، متعة. أول حاجة بنعملها بننخل الدقيق. أنا عندي دقيق قمح من بتاع البيت وبحط عليه الدقيق الزيرو، يعني النص قمح والنص زيرو، وبنخله الأول قبل ما أخبزه علشان نطلع منه الردة اللي هنقرص عليها العيش ونخبز بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة طبعا هعملها هنخل الدقيق. المنخل ده المنخل المانع، في مانع وفي السناني وفي الحرير. المانع يعني اللي بيحوش الردة، يعني الحرير اللي هو بقى بيحوش الردة كلها، ما بيخليش الردة تنزل بقى مع الدقيق، بيبقى زي الزيرو بالظبط. والسناني بقى اللي هو بيحوش الردة الحرشة بس، وبينزل معاه ردة بقى الناس اللي عايزة تاكل العيش وفيه ردة، يبقى طبعا بيبقى صحي وجميل. بنخله كله بالشكل ده كده، وبطلع منه الردة اللي انا هقرص عليها ايا كان الكمية اللي انا هخبزها، يعني لازم أنا انخلها كلها بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين اهو. هكملهم بقى كلهم وارجع لكم تاني نعجن العجين مع بعض. كده انا جهزت المية اهيت اللي انا هعجن بيها. المية دي دافية، لازم أن يكون مية دافية علشان احنا في الشتاء، يعني لسه الجو طراو، الجو ساقع شوية. فبحط معلقتين كبار من الملح في المية ديت، وقطعة من الخميرة البلدي، يعني مقدار حجم البيضة الكبيرة كده. لو ما عندكيش خميرة بلدي ممكن تحطي 3 أظرف أو 4 من الخميرة الفورية. ببدأ أحط الدقيق بقى بالشكل ده كده. طبعا أنا ما بكترش المية في الأول علشان ما تبقاش المية كتير عن الدقيق، بخلي المية قليلة وأحط الدقيق زي ما انت شايفة كده، وأبدأ أعجن. لو احتجت مية هضيف مية، مفيش مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بركة سيدنا محمد. اللهم اصلح لنا الحال واغنينا عن السؤال. احلى حاجة ان انت تخبزي العيش بايديك. كده خلاص هبدأ اعجن اهو. بسم الله. بقلبه بقى بالشكل ده كده مع المية، وطبعا انا بشوفه في ايديا بقى، عاوز مية بضيف له تاني. كده انا هحتاج مية، هحط له حبة من المية كمان علشان المية لما تبقى قليلة احسن. ليه بقى؟ لو احتجت مية هتضيف، لكن لو المية كتير وجه الدقيق اقل من المية هتعوزي دقيق، هتجيبي دقيق تاني منين لو ما عندكيش؟ المية دي دافية برضو، بضيف مية دافية كده برضو واكمل بها العجن. افضل اقلبه كده بقى واحط المية كل شوية، احط حبة مية كده لحد ما اوصل للعجينة المناسبة اللي انا عايزاها. هكمله عجن بالشكل ده كده، واول ما اخلصه هوريه لكم. زي ما انتوا شايفين كده بقى العجين بقى تمام اهو، كده خلاص زي الفل. طبعا انا بختبره بقى، بقطع رغيف كده يعني كأني بقرصه بالظبط وبشوفه اهو. بقطع الرغيف بالشكل ده كده وبشوفه كده خلاص تمام زي الفل. هبدأ اطبه بقى. بسم الله. كده اسمها بنطب العجين. يعني ايه بنطبه؟ الحركة دي بتخلي العجين يبقى له عرق كده وشديد، والعيش يقب بقى ويبقى حلو.
لازم نطبه شوية كده عشان العجين يجي لبعضيه. بس كده هلمه بقى بالشكل ده. طبعا هم عشان هم حبة قليلين هعمل لهم علامة. لو كتير يعني اكتر من دول شوية بسيبهم يملوا العجانة، لكن هم قليلين فهعمل لهم علامة بقى. بلمه بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، بجيبه لبعضيه وبرش عليه حبة من الدقيق كده على وشه. بسم الله، بالشكل ده كده. وابدأ بقى اعمل له ايه العلامة. اول ما يحصل العلامة دي هتعرف ان هو خمر، علشان ما يبقاش الخمر زيادة. ما هو انا هم قليلين، لو سبته يخمر لما يملى العجانة اهو زي ما انتم شايفين كده 3 قراريط. يعني ايه 3 قراريط؟ بقيسهم ب3 صوابع بتوع ايدي دول كده، واحط العلامة. اول ما يحصل العلامة دي اعرف ان هو خمر، واقرصه بقى ثواني كده وهعمل له العلامة وارجع لكم تاني. هي دي العلامة زي ما انتم شايفين اهي كده تمام. اول ما يحصل العلامة هقرصه على طول بقى، بغطيه واخليه في مكان دافي كده يخمر وبعدين اقرصه. بسم الله ما شاء الله، شايفين العجين خمر وحصل العلامة اهو كده. بقى هبدأ اقرص. بسم الله. طبعا انا عندي لواح بقرص فيها، الواح خشب بقرص فيها اهي، رشتها بالردة وهقرص عليها زي ما انتم شايفين كده. انا بقرصه على دقيق، في ناس بتقرصه على مية بزيت، بس احنا بنقرصه على دقيق. بقطع الرغيف بالشكل ده كده زي ما انت شايفه اهو، سهل خالص. وبعدين احطه في الدقيق وابدا امسكه بايديا كده واسويه بقى. الحركه دي كده انا بسوي الرغيف، بسوي الرغيف عشان يطلع مدور كده وحلو واحنا بنخبزه اهو. بس لازم انفضه من الدقيق اللي عليه. بقرصه بقى كله بالشكل ده كده، وبعدين اغطيه واسيبه حوالي 10 دقايق كده بعد ما اخلصهم كلهم، وابدا اخبز فيه. وان شاء الله اول ما ابدا في الخبيز هوريهولكم باذن الله. ده العيش اهو بعد ما خمر زي ما انتم شايفين. طبعا خمر للمره الاولى في العجانه، ودي المره التانية. بعد ما بقرصه كده بنسيبه يخمر تاني لمده 10 دقايق وبعدين نبدا نخبز. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، شايفين زاد قد ايه؟ الله اكبر، زي اللوبيا. اللهم صل على النبي. بسم الله. واخد حبة من الردة كده ارشهم على المطرحة. المطارح دي اللي بنخبز عليها معمولة من الجريد. طبعا انا ولعت الفرن يسخن زي ما انتوا شايفين اهو. يعني قبل ما اخبز بولعه لمدة 10 دقايق عشان يسخن كويس، وابدأ اخبز بقى. نخبزه بقى بالشكل ده كده. الطريقة دي سهلة جدا، يعني لو انت عايزة تخبزي فعلا هتتعلميها. بوسع الرغيف بقى على قد الحجم اللي انا عايزاه. بسم الله. برميه في الفرن بالشكل ده كده. طبعا انا بعمل غيره علشان ارميه جنبيه الناحية التانية. اول ما ده يقب بطلعه لبره. انا طلعت رغيف وده التاني. بسم الله. اه طبعا انا لو معايا حد بيناولني وبيساعدني هرمي رغيف الناحية دي ورغيف الناحية دي. الفرن هياخد 2. بس طبعا عشان انا بعمل بقى بلقط لوحدي وبخبز لوحدي فبرمي رغيف برغيف كده.
سهلة ان شاء الله. بنسيبه بقى كده لحد ما يقب الرغيف وندوره من مكانه. طبعا زي ما قلت لكم المطارح اللي بنخبز عليها مطارح معمولة من الجريد بتاع النخل، والنشو اللي انا بطلع بيه العيش ده من الجريد برضو. الرغيف قب اهو ما شاء الله. هبدأ بقى اطلعه لبره شوية عشان يبقى بعيد عن الولع. اه ما شاء الله. سهل جدا الخبيز، مش صعب خالص. احلى حاجة العيش في البيت. نطلعه لبره بقى ونشوفه. طبعا انا كده بختبر الفرن، لو لقيت قعر العيش حلو بكمل خبيز بقى على طول. برمي التاني جنبيها اهو مكانه. قعره مستوي ما شاء الله وزي الفل اهو. اه طبعا انت وانت بتخبزي بتظبطي الفرن بقى. لو عالي شوية بتهديه، لو هادي خالص بقى ومش هيطلع العيش تروحي معلياه كده يعني. طبعا احنا بنعلي ونهدي طول ما احنا بنخبز. وده العيش اهو بعد ما خلصت خبيز زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله شكله حلو وريحته حلوة وطعمه احلى. ما شاء الله زي الفل. بتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد.